لاكو واحد مشتري قاعنا ولا قاعنا احنا عارضيها للبيع، واحنا كافي كل يوم كل ما السياسي عندنا يفلس يروح يركض على الكويت يصنع لنا مشكلة ويأجج الرأي العام عندنا. يعني ترى هاي الاسطوانة ملينا منها، يعني ملينا منها من 2003 لليوم. كل سياسي فاشل عنده مشكلة ويا جمهوره الانتخابي، عنده مشكلة ما يصعدوا، ما ينطوا منصب، ما ينطوا صفقة، ما ينطوا عقد، راح عيط وصاح يا العراقي لحقوا لي الكويت اخذونا. عمي الكويت ايش يسوي بها؟ ايش ياخذها شنو؟ على مترين 3 امتار ياخذها منك؟ هسه خلينا نحكيها واقعية. فرجاء يا شعبنا لا ننجر وراء هذه السوالف مال السياسيين اللي قاعدين، ترى قاعدين يضحكون، قاعدين لازمين تليفوناتهم ومأججين الشارع وينشرون فيديوهات غير صحيحة. مشاكل كانت عشائرية قديمة بين عشائر موجودة بالبصرة نشروها، قالوا اوه شوفوا هجموا وربعنا هجموا. عمي لا ربعنا هجموا ولا عندنا مشكلة، واحنا خالو ابن اخت وشق المنشار وخلاص، واللي صار قبل 33 سنة، وعلينا ان نوئد الماضي كافي يوميا نفس الاسطوانة مال الماضي. هسه مو دفعنا ثمن سواء في العراق أو بالكويت أو العالم العربي كله. طيب هل نرجع لنفس الموضوع؟ تركوا الموضوع للفنيين. كل القصة وما بيها أكو مساكن كانت على خط الحدود الترسيم اللي صاير الدعامات. هذه المنازل عددها بالبداية 70 بيت، بعدين قالوا يابا متجزأة اللي قاعدين بها صارت 194 بيت تقريبا. قول يابا 200 بيت. طلعت الكويت دافعة تعويضاتها بال 2013، والحكومة قالت يابا احنا لازم ما يصير يعطيهم اياه مباشر، منطيها للحكومة ما منطيها للي قاعدين بيها. انه ذولا لازم اكو خط محرم او مسافة او بيننا وبين الكويت الحدودية، هالمنطقة المحايدة تصير بين الكويت وبين العراق 500 متر 1000 متر من بيننا وبينهم من الطرفين. فهاي صايرة على الحدود بعدوها. الكويت اذكياء حقيقة بهذه النقطة، قالوا يابا انتم تبنوهن لو ما تبنوهن للناس حتى لا باكر عقب تصير علينا مشكلة. خذنا هاي الصورة، خذنا. نعم لا يجب ان نوضح الحقيقة للناس. المشكلة مو مثل ما بدها توصلكم، لان انا بقيت والله من البارحة صافن اريد اشوف وين يريد يوصلون الجميع. الحكومة تأخرت، الحكومة العراقية والمتحدث باسم الحكومة كان يفترض يطلع البارحة ويبين بيان رسمي. فالحكومة الكويتية قالت لهم طيب احنا نعوضهم وانتم دفعوا التعويض، بنوا لهم بيوت جديدة، ومع ذلك راح نعطيكم منحة احنا نبني بيوت. فبنت لهم البيوت يفترض تسلم بال 2023. شفنا اللقطات مال البيوت، سويت لهم مجمع، طلع مجمع زين. ليش الفيديوهات ما تطلعوا لنا اياها تقولوا لنا الحقيقة؟ ها شوف مجمع، علي الصوت. مقاصر السكني منحة دولة الكويت، علم الكويت وعلم العراق. شوف هذا مو مقصر، شهداء البصرة السكني، هذا بيوتهم. اي والله ما شاء الله تبارك الرحمن. وين؟ هذا مقصر. بسم الله الرحمن الرحيم. مجمع مقصر السكني، تم افتتاح مجمع مقصر السكني في حضرة عهد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، أسأل الله أن يحافظ له أمير الكويت حفظ الله ورعاه، والذي تم البدء في تشييده في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر، صباح الله يرحمه. طيب الله ثراه.